القصة تاع اليوم تقول: أنا واسمني رامي من ولاية معسكر، في عمري 30 سنة، خدام الحمد لله، طوموبيلتي وسكنتي. قريت في الجامعة 7 سنين، كنت نقرا بعيد على الدار في ولاية ساحلية. صراحة في هذاك الوقت كنت عاطيها غير الخرجات والزهو. كنت داخل في منظمة طلابية، واش نقول لكم، الحفلات كل يوم بلا ما نهدر على الرحلات. كل سمانة نخرجوا بيس معمر بنات وولاد ونروحوا اكسكورسيون. القراية والو، ندمر في روحي دمير. والعام نغلقوا بالمحاولة والرشوة. تعرفت على العشرات تاع البنات، كل واحدة وعقليتها، وللأسف كامل اللي طحت فيهم كانوا سهلات وخارجات الطريق. اللي ندومونديها يمدوها لي بدون نقاش. غرقت في هذاك المستنقع شحال من عام. صراحة أنا ما كنت لا نتكيف لا نشرب، بصح فيا هذاك الفيس تاع البنات، نحب نخلط، الله يغفر لي. عرفت وحدة كانت تقريبا كيما مرتي، كنا عايشين كيف كيف، غير في الليل هي تروح الإقامة تاعها وانا تاني، بصح في النهار ما نتفارقوش. شفت معها كلش، وكانت هي توري لي امور ما كنتش نعرفهم. حبيتها تاع الصح، بصح في الاخر لقيتها خدعتني، ماشي غير مع واحد، ماشي مع زوج. وتم عرفت منين جابت هذيك الخبره. طفله خلاطه اكثر من ميكسر تاع ام والد. المهم انا بعدها قررت نلتا في قرايتي، ومن بعد كامل على هذا الميليو تاع البنات. خفت بعيد الشر كاش ما ينقلوا لي مرض ولا. المهم زيرت روحي وغلقت العام. بصح كانوا يجوني عروض تاع خرجات، ولكن انا كنت مقرر بنت المراه ما نقربلهاش، كما يقولون قهمت. اديت الدبلوم ورحت للدار الحمد لله. بابا في عامي الاول حكم لي خدمه، بديت نخدم، وليت انسان اخر سيريو، خاطيني البنات، خاطيني كلش. واحد النهار عيطت لي ما تبكي، قالت لي الزربه روح ديني، بابا مات يعني جدي. رحت لها نجري، رفدتها وقعدت نهون عليها وهي تبكي. انا صراحه جدي نشوفه من العيد للعيد، كنت عايش في عالم اخر لا علاقه بلا فامي. المهم كما راكم عارفين وصلنا للموت، الناس تبكي وتعيط وتعنق في بعضها. وانا ما نكذبش عليكم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نحبش هاد الاجواء. وقفت بعيد نتفرج وعاسي ماكش ما يصرى لها. دخلت خالتي وعنقت يما وقعدوا يبكوا يهضروا في هذيك الهضره تاع الموت. حتى طاحت خالتي، راحت تجري لها واحد طفله، رفدتها وقعدت نشوف فيها. طفله بيضة وجايه شابه بزاف. غصت فيها، من بعد قلت الله ينعلك يا ابليس، دنيا موت وانا نكحل. عايرت روحي في قلبي وخرجت، قعدت مع رجال برا، وكانوا الناس يجوا يعزوا. في الليل عيطت لي ما، رحت عندها لقيتها سكتت وتكالمات. قالت لي وليدي الجيران هما داروا العشاء الله يجازيهم، غدوة انا وخالتك نعشوا على بابانا، هاك هاد لا ليست ديها انت وبابك غدوة، وجيب لي واش فيها. بعدها اروح دي بنت خالتك فاطمة تجيبوا الماعن من دارهم. ما قلت لكمش انا وحيد في دارنا، ما عندي لا اخ لا اخت. المهم درت كيما قالت لي. مع الصباح بكري رحت مع بابا للسوق، شرينا كلش ورجعت لدار جدي. هبط كامل الدوزان، زدت شوية وجات بنت خالتي ركبت قدامي. طفلة لي شتها البارح في الموت. قعدت شحال نشوف فيها، قالت لي وش بيك، أنا بنت خالتك. ايه هي الدنيا، ولا الواحد دمو ما يعرفوش. قالت لي اديني للدار نجيب الماعن. قلت لها ايه بنت خالتي، نعرفك وانا والله ما راني شافي عليها. المهم وصلتها وجابت الدوزان ورجعتها للموت. جازوا 7 ايام عاودنا رجعنا لدارنا ولحياتنا العادية. انا بقيت غير نخمم في فاطمه، صراحه عجبتني، بصح كما قلت لكم كنت كاره محبس العلاقات. قلت هاد المره الا درت علاقه تكون علاقه حلال، يعني زواج، ما نزيدش نوسخ روحي ونغضب ربي. سقسيتي ما على فاطمه، قلت لها ما رانيش شافي عليها، ما شتهاش ملي كنت صغير، واش دير في حياتها. قالت لي ايه فاطمه بنت اختي زينه البنات، شكون يلحقها الزين والدين، رضايه الوالدين. هكا قالت يما. طفله ما شاء الله كل صباح بصنعة ومتربية. عيبها الواحد مسكينة ما كملتش قرايتها، يعني في السيام حبست. قلت لها يما مازال كاين بنات يحبسوا القراية. قالت لي ايه هي هكا، ما عرفش تقرا وقعدت مع يمها في الدار، وخاوتها مزيرين وحبسوها قليل وين تخرج برا. قلت في قلبي او مازال كاين بنات هكا، عبالكم تا المخلط بزاف النساء، حسبتهم كامل كيف كيف. وهدرت يما والله ما دخلت راسي. هي صح عجبتني البنت وماذا بيا تخرج كيما قالت يما، بصح لازم نعسها ونتأكد منها باش ندير خطوة كيما هادي. كيما كان الحال رحت لحومتها وبديت نسقسي عليها. تقريبا ما كاش لي يعرفها، وكاين اللي يقولوا لي اول مره نعرفوا بلي هذيك الدار فيها بنت. او لهاد الدرجه.
وليت من البعيد نعس دارهم، نشوفها تخرج في الطونوبيل مع باباها ولا خوها وترجع في الطونوبيل. بدات تدخل لي هضرتي مال راسي، وقلت بالك ربي عوضني وراح نطيح في وحده نقيه. وليت كل يوم نحلم بيها، وليت نخدم بزاف ونوجد في الدار باش نتزوج، وين ما تجي اوكازيون في لافامي نكون انا الاول تم باش نشوفها. بصح هي والله مدتها فيا كاع، ما تشوفش فيا مابا. وجدت روحي شوي كما يقولوا وقفت على رجليا، وليت واجد للزواج. فتحتي ما في الموضوع، فرحت مسكينه وقالت لي شكون سعيده الحظ هذه، وريها لي غدوه نروح نخطبها لوليدي. قلت لها تعرفيها؟ سكتت واستغربت، قالت لي نعرفها شكون؟ قلت لها بنت خالتي فاطمه. سكتت وخرجت عينيها وقالت لي بصح وليدي ماشي قارئه وماشي اجتماعيه، ماشي كيما انت تحب تعيش، وكاين اللي يقولوا عليها معقده. قلت لها بصح يما نهار سقسيتك عليها المره الاولى كنت غير تشكري فيها. قالت لي ايه شكرتها بصح ماشي على اساس نزوجك بيها، الزواج ماشي غير شطاره وعقل، الزواج لازم تكونوا نتوما متفاهمين في العقليه. قلت لها يما انا اللي يهمني تكون عاقله وماشي مخلطه، الامور الاخرى تعالج مع الوقت. قالت لي دبر راسك وليدي، انا ماذا بيا تاني نجيب يعني بنت اختي نعرفها وتعرفني ونصيبها الا طاحت بيا. تفاهمنا ودرنا نهار ورحنا خطبناها. خالتي فرحت بزاف ورحبت بينا، قالت لي وين نلقى راجل كيما انت لبنتي. درنا الخطبه والعقد ودرت لها عرس كيما يقولوا مطنطن، جبت لي شونتور وزهيت الحاله، ورحنا في الليل لوتيل قعدت نهدر فيها وهي ساكته. مع العلم ما هدرتش معها كامل فتره الخطوبه، يعني من نهار درنا الخطبه تقول عقونه. ما يهمنيش، المهم عاقله وما عرفت حتى واحد قبلي، هذاك وش يهمني. كما قلت لكم قاعد نهدر وهي ساكته. بعد شافت فيا قالت لي عييت نروح نرقد. قلت لها معليش حسن تعاونها، يعني تعب العرس تصديره. راحت رقدت غدوه من داك رحنا لدارنا، لقينا خالتي ويما يسنوا فينا رحبوا بينا وزها وجاز نهار يعني عادي. وفي الليل رحنا الايطاج تاعنا عاودت نفس الشيء، راحت رقدت. او هذه وش بيها. نهار تالت حكمتها، يعني حبيت نتقرب منها مرتي سبحان الله. قلت لها الزواج ماشي غير شطيح وتسدي رايك على بالك، على بالي راكي صغيره وما تعرفيش، بصح كاين امور وفهمتها. وتنوض تبكي وتعيط، قالت لي واش راك تقول هبلت ما تقرب ليش. وخرجت من الدار يعني من ليطاج وهبطت عند يما ويماها لانه يما كان تما، وقالت لهم شوفوا واش راهو يقول لي. خلعت تصمرت في بلاصتي. هذه من نيتها ولا يتلعب فيها. نسمع فيها تبكي وتقول لهم شوفوا واش قال لي شوفوا. هي قعدت مع يما وخالتي طلعت عندي بدات تهدر معايا. قالت لي شوف يا وليدي الطفله صغيره وما تعرفش هاد الامور، روح معها بشوي، هي اصلا ما تعرفش بلي كاين علاقه بين الرجل والمراه، بالعقل دوك تفهم. قلت في قلبي وشنو ماشي لهاد الدرجه. قلت لها ان شاء الله خالتي ما يكون غير خاطرك. بهدلتنا، جازوا الايام وانا على نفس الحال، حتى واحد النهار قلت لها اسمعي الا كملت الحاله هكا راني نرجعك لداركم، وانا تزوجت مع صنم، ما تهضري ما تضحكي ما تندبي، ملي ندخل وانتيا معشقه تحكي في الحيطان. علاش تحكي في الحيطان يا اخي الدار جديده. هذاك نهار استسلمت ليا وجازت عادي، بصح واش نقول لكم صنم وخلاص. حسيتها تتصرف فوق القلب غير باش ما نرجعهاش لدارهم برك. تخيلوا الانسانه لا علاقه بالرومانسيه، كيما درت نقرب لها ولا نعلمها والو، ما حبش تبدل. نجي خارج نقولها كاش ما تحتاج عمري، تقول لي جيب بطاطا وزيت وحليب. يا مرا هادو نعرفهم، كاش ما يخصك ليك ريحه مكياج عفا يستعنسا. صح يا شابه بصح نحب المراه تهلا في روحها يا منامي، تمشط ماكي وتلبس. فاطمه والو، بيجامه تبدلها من سمانه لسمانه، والشعر على العام معصب، الضل مع العجين وجافيل. كنت نقول معليش راني متاكد بلي ما عرفتش واحد من غيري، وهاد الصوالح مع الوقت تعلمهم. وليت نعطيها دراهم قولها خرجي روحي الحمام روحي الحفافه اشري حوايج، تروح دوك دراهم تجيبهم كاع معن وبلاستيك وتبقى فرحانه بهم. ما نكذبش عليكم كرهت، كنت محروم، حبيت نكون زوج ومرتي ترضيني ونفرحوا مع بعض. هادي والو حيط وخلاص. جا نهار ورفدت فاطمه الحمل، فرحت بزاف، قلت مزيه حاجه تفرح في هذا الزواج، وهي فرحه ما تمت. ملي دارت التيست والمراه تقيه ودايخه ومتكسله في بلاصتها، تقول راح تموت ماشي تولد، تضل تبكي. نروح نقولها كاش ما تشاهيتي كاش ما نجيب لك، تقول لي والو اخرج عليا برك. او هذه وش بيها. صدقوني 9 شهور ما حطيتش مام يدي على يدها، غير نقرب لها تبدا تقيه. يما قالت لي راهي توحم عليك، بصح انا شفتها بلي زادت عليها سبحان الله، كرهتني في النهار اللي زدت فيه.
جازوا 9 شهور وولدت فاطمة وجابت بنت الله يبارك. فرحت بها وحسيتها يعني عوض من عند ربي ليا على واش جوزت. ناضت فاطمة ورجعت لطبايعها، الجري والكوزينة الحليب وليكوش. من نرجع في الليل تقول لي عييت اليوم، عييت بزاف، تعبتني الطفلة شوية وسمح هاد الشهر. خممت يا ربي دوك نعيش حياتي هكا، راني راجل وحاب حقوقي. قلت شوفوا نفتح لها فيسبوك نعلمها وندخلها في جروبات تاع نساء كاش ما تتعلم شويه رومانسيه. كيما كان الحال جبت لها تليفون جديد وعلمتها كيفاش تكونيكتي وين تدخل وكذا. بقيت فاتح نفس الفيسبوك عندي باش وين ما نلقى حاجه على رومانسيه راني نطاقيها فيها ولا ندخلها فيها. دخلتها لواحد الجروب تاع نساء يهضروا على الحياه الزوجيه والرومانسيه. وحده دارت ستاتيو قالت لهم كيفاش راكم مع العلاقه مع رجالكم، حتى كومونتات لاله فاطمه تعلمت. قالت لهم باللي انا كره حياتي من الصباح انا مع الشغل وتهمبير والتربيه، وهو يحبني هو يجيني يحوس على الرومانسيه والحنان. انا مانيش قعدت له وليت نكره. مرات نكون متوضيه يفسد لي الوضوء، ولا نحب نقوم الليل يفسد لي طهاره. يهدر واحد الهضره تاع العيب. هذا الامر ولا يزعجني بزاف. ردت عليها وحده قالت لها يحسن عونك وضحكت. انا بقيت مشوكي، او هذه راهي عايشه في العالم ديالنا ولا عالم واحد اخر. شويه ودخلها ميساج من عند هذيك اللي كومونتات لها قالت لها يحسن عونك. قالت لها سلام. رجعت لها قالت لها راني قريت واش كتبتي وحبيت نقول لك بلي عندك الحق في كامل اش قلتي. الزواج ماشي غير علاقه، زواج احترام الخصوصيه، والزواج اللي بعدك على الدين واش ديري به. انا خلعت قلت هذه واش راهي دير، انا جيت نعالج المشكل وهي راهي تزيد فيه. ما حبيتش ندخل يعني باش ما تفيقش، وبقيت نتبع من البعيد. وهذيك المراه غير تعمر في راس فاطمه عليا. حتى واحد النهار جاني ميساج الميسنجر تاعي من عند من يا ناس، من عند هذيك المراه اللي كانت تهضر معاها اللي عمرت لها راسها عليا. قلت او هذه وش بيها. رديت عليها سلام سلام. قلت لها شكون؟ قالت لي والله ما نعرفك بعت لك وخلاص، وانا على بالي بلي جابت الفيسبوك تاعي من عند مرتي. قلت لها واش خصك؟ قالت لي بعثت وخلاص، الا ما راكش حاب تهضر نسوبريميك عادي. قلت لها لا لا غير هضري، انا اصلا كنت فارغ شغل وعايش جفاف عاطفي وخصني اللي طبطب عليا، وهذيك كانت عارفه نقطه ضعفي من عند مرتي ولا تدير كامل واش ما ديرش مرتي. من الصباح لليل تسقسي عليا تقول لي كلام الحلو والمعسول. كانت تقول لي لو كان جيت راجلي نديرك في عينيا، ندير لك كيما البيبي، نتهلا فيك. صراحه وليت ما نقدرش نستغنى عليها. صارحتني وقالت لي عرفت مرتك يعني على بالي كيفاش عقليتها، وغاضني الحال كي شفت التصويره تاعك وقلت راجل طول وعرض وعايش محروم في حياته، انت تستاهل تكون مالك وانا جاريه تحت رجليك. المهم الطفله رجعتني حال فيها فمي، ومرتي نسيتها كامل. وتحسبوا زعما لحظه الفارق ولا والو، لاتيا غير مع الحبل وفورس اكسبريس. وكل ما تقعد قدامي تبدا ترضع في بنتها، غير ترقدها نسمعش خير تقول صاحبي راقد قدامي. اما ريما اللي كنت مصاحبها تبعت لي تصاور واش من صبايغ واش من مكياج، ما كانش تقتل بالزين بصح متهاليه في روحها ولسانها حلو كيما العسل. وكل ما سقسيها واش راك ديري تقول لي راني نقرا في كتاب، راني نحوس على فورماسيون فلانيه. خلاص عشقتها وقررت نتزوج بها. كانت من نفس ولايتي عايشه غير مع يماها. رحت خطبتها ودرت لها الفاتحه، قبلت عادي حسيتها حابه تكون غير قدامي. تزوجنا وكريت لها دار. واش نقول لكم النهار الاول تقول راني عريس اول مره. رجعت لي يامي كلها فرح، متهليه في روحها وفيا. رجعتني مالك زماني كامل الصوالح اللي كنت نقول فاطمه ديريهم هي ديرهم بلا ما نقول. ندخل عندها نلقاها تسنى فيا بفارغ الصبر بالشمع والورود والعشاء الرومانسي، توجد لي الدوش بما ورد وما ترقدش حتى نرقد. انا صدقوني عيشتني وما زالت معيشتني في النعيم. اما فاطمه وليت كل ما نروح ليها ما تسقسي ما تحاول تفهم، زعما تقول لي غير واش يخصها في الدار وتروح للشغل. ما نكذبش عليكم عفتها وما رانيش حبها، حتى هي حسيتها تهنت مني وراهي تحمد في ربي اللي ما رانيش نروح ليها، وشكيت باللي مريضه وعندها برود ولا مرض نفسي. المهم انا ما ظلمتهاش، صبرت عليها عوام وعوام، اهدر تنصحت بصح هي اللي ما حبش تفهم. دوك راني نخمم كيفاش نصارحها بزواجي. على كل حال على بالي باللي راح يجيها عادي، بالك تتهنى مني كاع. هذه قصتي. على بالي بزاف رايحين ينتقدوني اللي عاود الزواج، بصح نقول لكم بالله غالب انا راجل وماذا بيا نعيش الحب في الحلال. تزوجت بالثانيه لانه لو كان قعدت على هذاك الحال ندخل في الحرام.
دوكا خاوتي نصحوني نصارحها ولا نطلقها ولا وش ندير. راني خايف نكون ظالمها، بصح راكو تشوفوا والله ما زدت عليكم كلمة. الشي اللي عشتو راني قلتو بالتاء بالباء. اعطوني آراءكم في التعليقات، وانا نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي في قصة جديدة.